اخر الاعمال كانت وتقابل حبيب. وتقابل حبيب. اللي جاي طلع فيه بقى شرير. تختاريه على اي اساس؟ يعني بتحبي دلوقتي تشتغلي مع مين؟ مع ناس ترتاحي لهم، مع دور انت عارفه مخرجه او مؤلفه، ولا ممكن تاخدي مغامره مع ناس ما لا تعرفهمش ممكن بالمرة؟ اخد مغامره. بصي انا في مخرجين جداد اشتغلت معاهم مش قادره اقول لك فوق الخيال. رامي امام، شادي الفخراني. انا ما كنتش متخيله. على فكره احنا عندنا شويه كده اعتقادات ان ولاد الفنانين والواسطه جامدين جدا وفاهمين جدا، يعني مش قادره اقول لك. وكم الاحترام وكم الذوق وكم الاخلاق اللي فوق الخيال فوق الخيال. بس لما جيت اشتغل والدنيا اتغيرت وناس جديده مش عارفاها خالص، فبقيت زي ما قلت لك قبل ما نبدا انه في زرار. انت ما هو سلمى غريب دي خريجه 93. مش انا ما كانش عندي اي مشكله ان المخرج يقول لي لا مش انت اللي في خيالي. زمان لما كنت بروح اقابل حد فاقول له انا ما عنديش مشكله، لانه لو سلمى زي فلانه زي علانه زي ترتانه يبقى ما فيش اختيار ولا نيله بقى. لكن لو انت شايف في دماغك حد وانا مش الحد ده عادي، انا مش هتضايق يعني. لكن دلوقتي انا عامله مليون حاجه. طب ما هو في ناس قالت وشها طيب قوي. استاذ محمد عبد العزيز قال لا وشها طيب قوي، فاكتشف ان انا شريره. فراح قايل لي يا بنت خضتيني بوشك ده. لكن هو ما شافنيش في حاجات تانية. لكن دلوقتي انت تدوس بس على الزرار، عايزه مش عايزه باي باي. فقال لك لا اصله سيستم. ودلوقتي الجديد انك تروحي تعملي مشاهد اوديشن. اروح اعمل مشاهد انا دلوقتي. يعني الموضوع يضايق الممثل لما يبقى. لكن انا ما عنديش مشكله لو طلبت معهد او بتاع تروحوا وتوروا نفسكم. ما هو دي حاجه بتاعتنا. لكن مع فنانتنا النهارده اللي بنشتاق ليها في كل دور، وكل مره الحقيقه بتثبت لنا ان هي عندها قدره ان هي تقدم المختلف. وكانت رهان لكبار النجوم ان هي قادره على انها تقدم الشخصيه بكل تفاصيلها. نحبها في السينما والدراما وعلى خشبه المسرح. وانا شخصيا كنت سعيده بهذا اللقاء. استاذه سلمى، سعيده باللقاء ده الجميل اللي من القلب، اللي بشوف فيه صراحه وموهبه كبيره. الحقيقه بتميزي اي دور انت بتبقي موجوده فيه بالتاتش بتاعك زي ما بنقول كده. شكرا لوجودك معانا. ميرسي ليكي جدا، وميرسي انكم جبتوني النهارده التلفزيون اللي كان وحشني قوي قوي قوي. وزعلانه يا رب يرجع زي الاول، وفرحانه بيكي لانه لا لسه التلفزيون فيه ناس جامده جدا. انا الاسعد بالكلام يعني. الحلو ده، وبشكر وجودك معانا. شكرا ليك.